مين هيكسب دوري انجلترا؟ مانشستر سيتي ولا ارسنال اللي بيتنافسوا منافسه شرسه واحنا داخلين على اخر 10 ماتشات في الدوري؟ في الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن ايه الاسباب اللي تخلي ارسنال ما يكسبش الدوري. في الحلقه دي تعالوا نتكلم عن مانشستر سيتي ونشوف الجدال ليه ممكن يكسبوا الدوري. اول الاسباب اللي ممكن تمنع مانشستر سيتي من انه يكسب الدوري هي كميه الماتشات اللي لسه باقيه له في الموسم. فهو لو بصينا على المنافس ارسنال هنلاقي انه فاضل له في الموسم كله 10 ماتشات بس. مانشستر سيتي فاضل له 11 ماتش في الدوري، 2 في الكاس، وعلى الاقل 2 في الشامبيونز ليج، يعني على الاقل 16 ماتش. ولو عدى من البايرن في دوري الابطال او وصل للنهائي هيبقى فاضل له 19 ماتش لنهايه الموسم، وده ضعف عدد الماتشات اللي باقيه لنادي ارسنال. فمن الاخر كده ضعف الاجهاد والاصابات اللي ممكن تحصل للعيبه مانشستر سيتي. اعتراضي على الكلام ده ان لو في فرقه في العالم كله تقدر تلعب حتى 100 ماتش كمان هي فرقه مانشستر سيتي، علشان من الاخر احنا ما نعرفش نفرق بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي في النادي ده. فسهل جدا ان جراديولا يعمل تغييرات وسكواد روتيشن من غير ما نتائج الفريق تتاثر، الا ايرلينج هالاند ورودري. وده السبب التاني ليه مانشستر سيتي ممكن ما يكسبش الدوري. الاثنين لعيبه دول مالهمش بديل في النادي. ايرلينج هالاند عشان بصراحه ما فيش لاعب في العالم زيه، ورودري علشان اللاعب اللي ممكن يقوم بدوره كالفين فيليبس جراديولا من بدايه الموسم ما بيلعبوش. اعتراضي في العادي على الكلام ده ان حتى في غياب لاعب زي هالاند مانشستر سيتي عنده لعيبه كتير تقدر تعوض اجوان. ولكن القصه دي تدخلني في ثالث سبب ليه مانشستر سيتي ممكن ما يكسبش الدوري. السيتي عودنا دايما انه بيكسب البطوله من غير ما يبقى عنده هداف الدوري. ليه؟ لان كل اللعيبه بتشارك في تسجيل الاجوان. ولكن الموسم ده مختلف. ايرلينج هالاند معجزه طبعا كرويه، ولكنه جايب لمانشستر سيتي 42% من اجوان النادي الموسم ده في الدوري، وده اللي خلى ان مانشستر سيتي 9 لعيبه بس جايبين له اجوان في الدوري. على الناحيه الثانيه ارسنال 14 لعيب جايب له اجوان. من ال 14 لعيب دول ارسنال عنده 3 معديين ال 10 اجوان في الموسم لحد دلوقتي. سيتي ما عندوش ولا لاعب معدي ال 10 اجوان الا ايرلينج هالاند. اعتراضي ان طبيعي جدا لما يبقى عندك مهاجم زي ايرلينج هالاند ان انت تستخدمه، فكان منطقي ان معظم لعيبه سيتي اهدافها تقل الموسم ده في وجود لاعب زي ايرلينج هالاند. ولكن ده مش معناه ان هم نسيوا الاجوان. يعني يوم ما هالاند هيجيب في اكتر من لاعب هيطلع ويعوض اجوان هالاند لمانشستر سيتي. الباك الشمال رابع سبب ليه مانشستر سيتي ممكن ما يكسبش دوري هو مركز الباك الشمال. بيب جوارديولا بصراحه حط نفسه في مشكله لما بعد ما باع الكسندر زينشينكو الباك الشمال الاحتياطي بتاعه الارسنال في الصيف، عمل مشكله مع جواو كانسيلو اللي بصراحه مستواه من بدايه الموسم كان سيء جدا، وصلت ان جوارديولا بعد الخناقه دي يبعتوا اعاره لبايرن ميونخ، فما يتبقاش لجوارديولا ولا باك شمال في النادي. الحاجه اللي خليته يضطر يستخدم نيثن اكي بدل ما هو قلب دفاع يستخدمه كباك شمال. واضح جدا ان جوارديولا مش عاجبه الموضوع ده، لان مركز باك الشمال في سيتي وفي ارسنال بيقوم بدور لاعب خط وسط زياده. نيثن اكي ما بيعرفش يعمل القصه دي، فجوارديولا قرر يتفزلك شويه كده ويقلبها. مش هو باك شمال هجيبه ويلعب خط وسط، طب ما اجيب لاعب خط وسط واحطه باك شمال. فقام جايب برناردو سيلفا ملعبه باك شمال. الحاجه اللي جربها في 4 ماتشات فشلت تماما وبطلها ورجع تاني لنيثن اكي. الحاجه الثانيه اللي حاول يعملها انه ابتدى يلعب ريك ويليامز اللاعب الناشئ اللي بصراحه لاعب كويس جدا وبيلعب كلاعب خط وسط كويس جدا بس من مركز باك اليمين. مشكلته قله خبرته بالذات في المواقف الدفاعيه، فبرضه قام جاي مبطلها وقام مرجع تاني كايل ووكر كباك يمين بعد ما رجع من اصابته. كل التبديل والتوفيق اللي جوارديولا بيعمله ده يورينا ان المركز ده فعلا عامل له مشكله. وبصراحه ما عنديش اعتراض على الموضوع ده، وفعلا دي مشكله بتواجه النادي. اخر سبب بقى بيتقال ليه مانشستر سيتي مش هيكسب الدوري هو رقم يمكن فعلا ما تصدقوهوش. مانشستر سيتي من بدايه الدوري عمره ما عمل اكتر من 3 انتصارات متتاليه. بصراحه حاجه لما نيجي نفكر في مانشستر سيتي كده انه عمره ما كسب اكتر من 3 ماتشات ورا بعض في موسم، حاجه غريبه جدا. بالذات لما نشوف ان ارسنال على الناحيه الثانيه عمل 5 انتصارات متتاليه مرتين، ودلوقتي هو في سلسله 6 انتصارات متتاليه. الاعتراض ان مانشستر سيتي يقدر وعملها قبل كده يكسب ال 11 ماتش المتبقيين له في الدوري ورا بعض، وعملها قبل كده. واسالوا ليفربول. ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ هل الاسباب دي
مش هتخلّي سيتي فعلًا يكسب الدوري، والّا سيتي هيعمل سيتي ويمشي زي القطر ويخلّص الدوري لمصلحته؟ قولوا لي برضه رأيكم في الكومنتات تحت، واشوفكم الحلقة الجاية.